اليوم باش نحكي لك كيفاش جامي د لا في تبطل الحلم متاعك. العائق رقم 1 في طريق النجاح هو كي تركبها لروحك وتبطل تحلم، تقول الحلم متاعي مستحيل نحقه. هذا تفكير وتخمام يهزك للهاوية. لكن تصرفيقات الحياة بدأت تفسخنا في أحلامنا بشوية بشوية. قاعد تضيع في وقتك، هذه ميسيون امبوسيبل، هذه بهامة. لازمك تكون غني باش تنجح، لازمك عندك المعارف، لازمك مزهار برشا وانتي الزهر ما تكسبش منه جرام. وهذا اللي يؤدي إلى عقلية الفشل والفيروس اللي يدخل مخك. ما تجمش دونك ما تجربش جملة. أكثرية العباد تجم تقسمهم إلى 3 مجموعات برانسيبالمون: اللي استسلم نهائيا وإلى الأبد على أحلامه. أكثرية العباد ولا عندهم معتقد راسخ في مخهم اللي هما ما يجموش يحققوا أحلامهم، وللأحلام للآخرين، للعباد المزهارة اللي عندها المعارف واللي عندها الفلوس. المجموعة الثانية متاع العباد اللي هما أقل برشا من المجموعة الأولى، هما عباد قرأوا على رواحهم بالكدا، طموحين، دخلوا في معترك الحياة بحزم وبأمبيسيون وعينهم باش ينجحوا بالكدا. أما بعد بيريود بداو يقولوا باش تنجح في شركة لازمك تكون لحاس، باش تنجح لازمك عندك المعارف، باش تنجح لازمك تكون صحبة انت والعرفتة. المجموعة هذه كونت معتقدات سلبية: الخوف من الفشل، الخوف من آراء الآخرين، الخوف من خسارة السمعة اللي وصلوا لها. دونك يقول يزي خلطت كيلكو بار في مستوى معين هنيركش. دونك هما بيدهم استسلموا. والمجموعة الثالثة الناجح، هما يكونوا 2 إلى 3% من المجتمع كامل. جامي د لا في يستسلموا، يعيشوا يتنفسوا نجاح. هذوما العباد اللي يراو الحياة عالمية وكل يوم مغامرة جديدة. كلنا نحبوا نكونوا من المجموعة الثالثة، من العباد الناجحة، لوبتيميست، بوزيتيف ومكسر الدنيا. كل شيء بوسيبل. وأهم حاجة ديما تذكر أي العباد اللي تقولك ما تجمش راهي عباد فاشلة. عمره ما يجيك إنسان ناجح وتعطيه فكرة يقولك ما تجمش. جامي د لا في. كلام الفاشلين وكلام العباد النيجاتيف يجم يكون سم في حياتك. خرج الناجح اللي فيك، يلا جو.